اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معنا فيلم جديد وهو فيلم الروبوت البري، وهو فيلم كرتون عائلي. في يوم من الايام كان في عاصفه قويه تسببت في تدمير سفينه تحمل حاويات. واحده من هذه الحاويات انجرفت الى جزيره نائيه. الحاويه دي كانت بتحتوي على روبوت اسمه روز. المهم، استيقظت روز لتجد نفسها وحيده تماما على جزيره غريبه. الجزيره دي مليئه بالاشجار والحيوانات والاصوات الجديده التي لم تفهمها. فشعرت بالحيرة لأنها لم تكن تعرف أين هي أو ماذا تفعل، خصوصا أن الحيوانات كانت خايفة منها لأنهم شايفين شيء غريب وغامض ما شافوهوش قبل كده. كانت الحيوانات تتحدث مع بعضها عن هذا الشيء الغريب، وكانوا يهربون عندما يرونها تتحرك. ولكن روز لم تكن تريد إيذاء أحد. بدأت تراقب الحيوانات من بعيد لتتعلم كيف تعيش وماذا تأكل وكيف تتواصل مع بعضها. وذات يوم وجدت روز بيضة مهجورة في عش مكسور. نظرت إليها بحزن وقررت أن تعتني بها. وبعد فترة فقست البيضة وخرج منها طائر صغير جدا. قررت روز أن تكون أمه رغم أنها ليست كائن حي. بدأت تطعمه وتحميه وتعلمه الطيران، وأيضا صنعت عشا جديدا من الأغصان وجمعت الدفء حول عائلتها الجديدة. وبدأت علاقة مليئة بالحنان والمسؤولية بين روز والطائر الصغير. هذه العلاقة تتجاوز حدود البرمجة والآلات لتظهر كيف يمكن للمشاعر والرعاية أن تطور الروابط حتى بين كائنين مختلفين تماما. ومن خلال تربيتها للطائر تعلمت روز معاني العطاء والحب غير المشروط وأهمية بناء الثقة. وشيئا فشيئا أصبحت روز جزءا من الجزيرة، والحيوانات لم تعد تخاف منها بل أصبحت صديقتها. وفي يوم جاءت عاصفة قوية في الشتاء، فبدأت روز تساعد جميع حيوانات الجزيرة وتجلبهم إلى البيت الخاص بها حتى أنقذت جميع الحيوانات بسلام. فأدرك الحيوانات أن ربما هذه الروبوت ليست سيئة كما اعتقدنا. بعدها وصلت السفينة إلى الجزيرة. كانوا يبحثون عن الروبوت روز لأنها كانت جزءا من تجربة خاصة، وعندما رأوها حاولوا أخذها بالقوة. فالحيوانات التي كانت تحب روز حاولت الدفاع عنها، وبالفعل تم إنقاذ الجميع بنجاح. ولكنها في النهاية كانت تعلم أن القتال لن يحل المشكلة. فقررت روز أن تحمي أصدقائها بالرحيل من الجزيرة. ولكن قبل الرحيل ودعت جميع أصدقائها، خاصة الطائر الصغير الذي تعلم الطيران بفضلها. والفيلم بيعلمنا أنه حتى لو كنا مختلفين يمكننا أن نتعايش ونصبح أصدقاء إذا تعاملنا بلطف وتقبلنا بعضنا البعض. وأيضا بيعلمنا أهمية التأقلم مع الظروف الصعبة مهما كانت غريبة أو غير مألوفة، وأيضا التعايش مع الآخرين حتى لو كانوا مختلفين عنا تماما. وإن الطيبة والتعاون هما المفتاح لبناء علاقات ناجحة وقوية. وأيضا الطبيعة والمخلوقات من حولنا يستحقوا الاهتمام والحب. وأخيرا، إن الاختلاف قوة، وإن لكل فرد دور مهم في هذا العالم، ففي الاختلاف تكمن روعة الحياة. المهم، أتمنى الفيديو يكون عجبكم ومنتظر رأيكم في التعليقات. أشوفكم في الفيديو القادم. سلام.